يا مساء البطاطس عزيزي المستمع. النهارده تاني حلقة من قعدتنا وصياحنا. هنتكلم النهارده عن الحياة الجامعية. ليه على طول المهندس شايف نفسه غير باقي البني آدمين؟ ده كان سؤال لعزيزي المستمع يراودني في أحلامي وموقظي. يعني وأنا مستيقظ يعني. بص، وأنا في ثانوية عامة كان بيتقال لي هتدخل الجامعة ترتاح، اتعب في الثانوية عشان ترتاح في الكلية. رحت داخل يا صاحبي الجامعة بقى إيه، وعرفت بنفسي. ركز بقى كده معايا، عشان أنا بقى اللي هعرفك وأقولك على الحقيقة والخلاصة. انا رحت اول يوم جامعه وكل امل من الكلام اللي انا سمعته، واول ما دخلت المدرج عينك ما تشوف الا النور. الدكتور دخل قال لنا مبدئيا كده: انتوا مش بني ادمين، انتوا مهندسين. اه والله بجد يا اسطى زي ما بقول لك كده. قال لنا انت هنا عشان اعلمك ازاي تكون مهندس، تمشي ماشي مهندس، تاكل اكل مهندس. انت مهندس بالنسبه لي مش بني ادم. راح شارح منهج بتاع تالتة ثانوي كله بتاع الديناميكا في ساعه، مش فاهم ساعه لم فيها المنهج كله اللي هو قعدنا شهور بنلم فيه. هو الدكتور جه لم كله في ساعة. يعني اللي هو ايه، صباح الفل. والله يا ابني انا باخد مناهج ملهاش اي علاقة بأي حاجة. يعني اللي هو منهج في بطاطس. يعني باخد مادة اسمها حقوق انسان، ايه علاقتها بالهندسة دي انا مش عارف. لكن انت بتقعد في محاضرة ساعة ونص بلا هدف حرفيا، بتخش تمتحن وانت في البطاطس برضه. ده بقى بالنسبة للمناهج. نيجي بقى للدكاترة. انت بالنسبة للدكتور عبد حقير ذليل، جاي من سوق عكاظ. والله مش بني ادم. هتاخد شتات تتسلم وبروجكتات للصبح وكل اللي قلبك يحبه. او والله يا صاحبي ما في غير المعيدين حاجه سكره كده. بص هما بيتعاملوا معاك كانك بني ادم كده. وعلى فكره، زي ما في وحش في حلو. يعني انا عندي دكاتره على السريع، والله والله يا ابني ربنا يكرمهم والله. نيجي بقى ايه للميد ترم. بالنسبه لدرجاتك مش بيقف ينده عليك ولا محمد سيد جاب صفر ولا محمد خالد جاب واحد والجو ده. لا 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 يا صاحبي، هي بتتحط في الطرقه، واللي رايح واللي جاي بيتفرج على خيبتك. بالنسبه بقى لجدول الامتحانات ده بيبقى جدول حرب مش جدول امتحانات خالص. هو تلاقيك مثلا بيمتحنك بالشهر، بيمتحنك بالشهر ونص، اللي هو ايه انت بحظك. تحس انك ثانويه عامه. يا اسطى ده حتى الثانويه العامه اخرهم شهر والله. بص هما بيقعدوا يقولوا ساعتين جد وكوبايه شاي وكل حاجه تتلم. حلو. انا من ساعه ثانوي بشرب شاي ولسه ساعتين جد لسه ما جوش. وبس يا عزيزي المستمع، ده باختصار الحياه الجامعيه. بص هي الحياه الجامعيه مليانه حاجات، والله عايزه حلقات مش حلقه واحده. وعايز اقول لك يا صاحبي نصيحه مهمه جدا: ان مفيش حاجه اسمها تعب في الثانويه ترتاح في الجامعه. كل مرحله فيها تعب وراحه. هو انت بتخلص مرحله وتروح داخل في اللي بعدها. وبس. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. واستنوني يوم التلات الجاي الساعه 9 في صيوحه جديده. يلا، تصبحوا على خير.